ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم جهاد محمد من قناة حبهان وبندق. النهاردة هنعمل كفتة الفراخ بطريقة سهلة وبسيطة ومن غير توم باودر ومن غير مكونات كتير. نسمي الله ويلا بينا على المقادير. اول مكون عندنا وهو كيس خلطة برجر ماجي. ده هيغنينا عن مكونات كتير، فيها بهارات كتير وفيها المادة اللي تمسك معانا الخليط بتاعنا. عندنا ربع كيلو من صدور الفراخ. عندنا بصلاية صغيرة مبشورة ومصفينها من المية تماما، ما فيهاش اي مية. وعندنا نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود ومعلقة كبيرة من البقدونس. وهنخلي مية البصل هنضيف عليها معلقة صغيرة من الزيت ورشة ملح ورشة فلفل. اول حاجة هنحط الصدر بتاعنا في الكبة وهنفرمه نص فرمة، وهنبتدي نضيف المكونات بتاعتنا وهنحط نص معلقة صغيرة من الملح، ودي اختيارية، اللي حابب يكتفي بالملح اللي في الخلطة مفيش مشكلة. وكده تبقى جاهزة معانا. هنبتدي نجيب اسياخ الشيش طاووق، هنسيح عليها الكفتة بتاعتنا وهنبل ايدينا بالخليط اللي احنا عاملينه واحنا بنسيخ الكفتة، وهتبقى جاهزة معانا بالشكل ده. وفي الوقت ده هنكون عندنا جريل عليه معلقتين من الزيت، واول ما يسخن هنضيف عليه الكفتة بتاعتنا على درجة حرارة متوسطة، يعني مش هتبقى عالية قوي، منعليش النار قوي ولا نوطيها قوي. وهتبتدي تتحمر معانا ونقلبها نحمرها من كل الاتجاهات. وكده تبقى خلصت الكفتة بتاعتنا وجاهزة معانا بالشكل ده. وصفة سهلة وسريعة، ما خدتش معانا وقت خالص، وطعمها حلو قوي. جربوها وان شاء الله تعجبكم، واستنى تعليقاتكم وتطبيقاتكم عليها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الشير واللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم على خير. باي باي.